لو سمحت، انا كنت بس عندي موقف كده كنت عايزه اساله اتفضلي. للشيخ. اتفضلي يا هاني. دلوقتي انا حصل معايا موقف من حوالي سنه تقريبا. في بنوته كان عندها حوالي 14 سنه اتوفت غريقه في النيل. فانا رحت اقوم بالواجب العزاء يوم الثالث لوالدتها. انا البنت دي عمري ما شفتها، بس انا عارفه والدتها بحكم ان احنا كنا جيران زمان. فرحت اقوم بواجب العزاء. المهم قمت بالواجب وخلاص انا قايمه ماشيه. البنت دي كان عندها اخ حوالي 7 أو 8 سنين. فانا قايمه خارجه، لقيت الولد ده قام جاي حاضني جامد وماسك فيا ومش عايز يمشي. فوالدتي بتقول له انت تعرفها؟ يعني انا برضو اول مره اشوف الولد ده. فبتقول له انت تعرفها؟ قال لها ايوه دي اختي. يعني هو قال لهم دي اختي، ويقول كل اللي موجودين ايوه. انا بحكي وانا بفتكر الموقف بنفس التفاصيل. فبيقول لها ايوه دي اختي دي اختي، ما تمشيش ما تمشيش، ومسك فيا. وانا يعني اخته عندها 24 سنه. انا كان عندي وقتها 24 سنه، والبنت عندها 14. يعني لا سن ولا جسم ولا شكل ولا اي حاجة خالص ان هي تشبهني. والولد يصمم ان انا اخته. المهم انا خدت الولد في حضني، وانا كنت في الوقت ده كنت حامل في اخر التاني. خدت الولد في حضني وفضلت العب معاه بنفس الشكل اللي بيقولوا نفس الشكل كان بيلعب مع اخته. مسك الموبايل بتاعي وقعد يلعب فيه وانا اخده في حضني. وانا طبعا في حاله نفسيه صعبه جدا، اللي انا مش متخيله اللي بيحصل. ففجاه قعدنا على الوضع ده حوالي نص ساعه، عشان انا بس افتكرت الموقف بنفس التفاصيل، فمعلش انا اسفه اعذروني. فالمهم الولد فضلت العب معاه بنفس الشكل كان بيلعب بيه مع اخته في الموبايل بتاعي اكتر من نص ساعه، في وقت ان الكل منهار وعمال يبص على المنظر. فجاه الولد انا اخده في حضني، قام باصص لي فجاه وحسيت برعشه جامده في جسمي، وقام باصص لي كده باستغراب، قام قال لي انت مين؟ انت كبرت كده ليه؟ انا في الوقت ده انا خلاص انا بقيت واحده تانية، انهيار انهيار انهيار. قعدت يومين وولدت في الثامن من الحاله اللي انا كنت فيها. الموضوع ده مثلا انا ابني ما شاء الله بقاله سنه، بس انا حرفيا كل ما افتكر الموقف ده اعصابي بتتعب ومانيش فاهماه. يعني هو ممكن فعلا يكون شاف اخته متوفيه فيا؟ طب انت شفت طب الولد ده بعد كده؟ لو ده حصل، نعم. شفت الولد ده بعد كده؟ انا وعدته ان انا اروح له، بس انا مش قادره اروح له. اه. انا وعدت، وحتى وانا خارجه هو سلم عليا كأن انا غريبه. عنده يعني كام سنه يا بعد فندم بتقولي؟ 7 سنين. 7 سنين. اه حاضر. وكل ما حد يقول له انت تعرفها يقول له انت اختي اختي، وماسك فيا ومش راضي يسيبني. لحد ما فجأة مش انا يعني يعني هو وبعد كان شايف كده فيا فاق صورة. وقام قايل لا دي ايوه مش اختي هو قام قال لي لا وانتي انت مين؟ انت كبرت كده ليه؟ وقام الولا جاري. بعد ما عشت نص ساعة، يعني ربنا اللي عالم بيا، انا كنت مش فاهمه اي حاجه. فانا عايزه اعرف ايه ده. هو ممكن يكون فعلا البنت دي، وهي البنت برضه عمرها ما شافتني، يعني ممكن تكون شافتني في الفرح، لكن انا ما فيش بيني وبين علاقه. حاضر. طيب لا هي حاضر اختها ولا اي، هي ولا اخوها ولا اي حاجه. طيب انا عايزه حاضر. افهم ايه ده، ولو ده فعلا حصل طب ده ليه؟ يعني اشمعنى انا؟ طيب شكرا ليكي. هنطلع فاصل وهنرد على السؤالين بعد فاصل. طيب قصة مريم فيها يعني الولد كانت نفسيته تعبانة واخته، هو كأنه شاف اخته وفجأة قال لها لا انتي مش اختي. فيها خواطر، دي خواطر نفسيه، كأن ربنا بيتلطف بهذا الطفل الصغير، والطفل من تعلقه باخته، لان هي بتقول لك اشمعنى انا؟ لان هي بتقول لك انا غريبه ما حدش عارفني. هي عايزة توصلنا انه روح اخته جت لا لا ما فيش لبستها الكلام ده. يعني لم عايزة يرد هذا توصل يا فندم، اللي بيروح ما بيرجعش. مفيش حاجه بقى. او انه تمثلت وسيبك بقى من شكلها الهيلمان اللي يقول لك واشمعنى ايه، انا. ده كمان يقول لك ايه، ده روح الميت قاعد 40 يوم في البيت، ده انا بروح عند القبر واكلم ابويا، ده ابويا بيخرج لي، ده ابويا بيفرح ان انا بزوره. ده كلام ما انزل الله به من سلطان يا فندم. الميت انقطع، النبي قال انقطع ايه؟ عمله. عمله الا دول من بس ثلاث. صدقه جاريه
علم ينتفع به ولد ولد صالح يدعو له، يدعو له. والحديث في أعلى درجات الصحة. لو كان الروح الوحيدة اللي تلتقي وترد وترجع إلى جسدها هي روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما من مسلم يصلي ويسلم عليه إلا رد الله إلي روح لأرد عليه السلام. طب هي واضح ان هي متوترة قوي من القصة دي، هي مديه الموضوع ومأثرة حجم كبير عليها شوية. لدرجة انها ولدت بعدها بيومين عشان صعب عليها موقف الطفل الصغير. لكن هو الامر طبيعي جدا ان ممكن الولد خاطرة في قلبه او لطف من الله سبحانه وتعالى ان يشوف اخته في الصورة دي. لكن ده امر عادي، بدليل ان ما حصلتش للكبار. هي حصلت للطفل ده بس. واحيانا بعض علماء النفس يقول لك الاطفال مرفوع عنهم الحجب، يرون ما لا نرى. الاطفال يرى ليه؟ لان لم يبلغوا الحلم ولم يجري عليهم القلم. دي حاجة ملهاش تفسير، ملهاش تفسير بالظبط، انساني كده بيننا وبين بعضنا، ولا يمكن اي حد هيقول لك تفسيرات هيبقى بيهرج. ايوه بالظبط. يعني هيجيبها منين التفسير ده؟ بص يا فندم، تخيلات او تهيؤات او يعني خواطر. تخيل، خواطر، حاجه ربنا نزلها. احيانا حد يبقى له كرامات يا فندم، ده حصلت احيانا حد يشوف حاجه وبعدين يفوق. يا فندم فدي ملهاش تفسير مننا. حصلت مع ناس كبيره، كان في حد متوفي وداخل واحد على شكل، يعني هو مش شكل اخوها خالص، اخويا حبيبي فوق فين على مفاقد، ده مش اخويا. هي احيانا بيبقى النفس بتهيئ لها حاجه.